اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المطار، والنهارده حلقتنا حلقه خاصه داخل الصاله الموسميه لاستقبال موسم العمره لهذا العام. ومع بدايه موسم العمره هنتعرف النهارده عن كل ما هو جديد خاص بموسم العمره لهذا العام. طبعا بدايه اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب، وعدنا جميعا بزياره بيت الله الحرام. اللي راح يروح تاني، واللي ما راحش ونفسه يروح يا رب وعده بزياره بيت الله الحرام. دايما عندنا اول فقره هي فقره الاخبار المحليه والعالميه، تاني فقره لقاء مع مسؤول. والنهارده من خلال الفقره دي هيكون لينا لقاء مع الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بمطار القاهره الدولي. هيكلمنا عن الامكانيات اللي بيوفرها الحجر الصحي طبعا لكل المعتمرين، وازاي بنتمنى طبعا، وازاي الحجر الصحي الامكانيات اللي بيقدمها وبيعمل ايه علشان يبقى موسم عمره ناجح ان شاء الله. اخر فقره عندنا هتكون لقاء مع المعتمرين، هنعرف شعورهم ايه وهم بيأدوا طبعا مناسك العمره لهذا العام. وزي ما بقول كده يا رب يروحوا ويرجعوا بألف سلامه. افكركم بايميل البرنامج اللي ظهر على الشاشه، المطار 770@gmail.com. يلا بينا نبتدي حلقتنا، خليكم معانا وتابعونا وحلقه جديده من برنامج المطار. ودلوقتي جمعنا مع فقره الاخبار المحليه والعالميه. واولا الاخبار المحليه، مطار القاهره يقرر اقامه غرفه عمليات لمتابعه موسم العمره. أصدر المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي تعليماته بإقامة غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة جداول الرحلات والمشاكل التي قد تطرأ والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها. أماكن مخصصة لكبار السن والمعتمرين في مطار القاهرة الدولي. قامت شركة ميناء القاهرة الدولي بتخصيص كاونترات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل مجموعة من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءات سفرهم، وذلك في جميع الصالات. وتم التنسيق بالكامل مع كافة الجهات المسؤولة لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن. أما عن الأخبار العالمية، الصين تعتزم إنشاء 136 مطارا بحلول عام 2025. تعتزم الصين الدولة الأكثر سكانا في العالم إنشاء 136 مطارا كإضافة إلى 207 مطارات مدنية عاملة في أنحاء البلاد، حيث بدأت الصين مرحلة ازدهار في إنشاء المطارات عام 2008، وذلك عندما قررت الحكومة الإنفاق على البنية التحتية لتعويض الأزمة المالية العالمية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه من المتوقع أن يصل عدد المطارات إلى 260 بحلول عام 2020. ومع بداية موسم العمرة كل سنة وحضراتكم طيبين، بيكثر الحديث عن الحجر الصحي وعن الإمكانيات اللي بتوفرها الحجر الصحي، وأيضا الإرشادات اللي بتقدمها للمعتمرين. حول هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. أهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، وكل سنة والمصريين كلهم طيبين وبخير وبعافية إن شاء الله. دايما كده يا رب. يعني دايما كده بيكون ليا لقاء مع حضرتك قبل بداية العمرة والحج. شرف لينا يعني، شرف لينا. عايز اعرف كده الاجراءات اللي بتتم السنه دي طبعا عشان نوفر موسم عمره ناجح. ايه الاجراءات اللي انتوا عملتوها كحجر صحي؟ اول حاجه التطعيمات، بنطعم المسافرين ضد السحائي او الحمى الشوكيه، وبنطعمهم ضد الانفلونزا الموسميه، وبياخدوا كارت كده اللي هي الشهاده. وبعد كده طبعا لما يجوا يوصلوا المطار عشان خاطر يسافروا، احنا بنعمل توعيه صحيه وثقافه صحيه. بنعمل توعيه صحيه وثقافه صحيه لكل المعتمرين اللي هم هيسافروا. وفي نفس الوقت بنعمل حاجه مهمه جدا، انهم بنديهم اللي هي الشهادات او الخاصه بالكورونا، بحيث ان احنا نقول لهم ونعرفهم ونوعيهم بحاجه اسمها اللي هو النظافه الشخصيه، اللي هي عمليه غسيل الايدي، اللي هي لمكافحه العدوى ضد اي امراض، وعدم التزاحم اثناء العمره. يعني في شقين، الشق الاولاني اللي هو بياخدوا التطعيم المناسب قبل العمره، والشق الثاني بقى اللي انتوا كحجر صحي بتقدموا لهم ارشادات. عايز اعرف اهم الارشادات اللي انتوا متبعينها او بتقولوها للمعتمرين ايه هي؟ النظافه الشخصيه، وخاصه غسيل الايدي. اثنين، عدم الزحام، يعني عدم الزحام، عدم التواجد في الاماكن المزدحمه. كل حاجه هتتم في المناسك بتاعه العمره من غير زحام، من غير قلق، من غير توتر، وفي نفس الوقت بيتجنب الزحام عشان خاطر الامراض اللي هي اللي احنا بنقول عليها الفيروسيه او الامراض المعديه
تاني نقطه وده المهم، ان احنا بنقول لهم ايه اللي يعملوه ما بعد. عايز اعرف التنسيق ما بينكم بين منظمه الصحه العالميه بتكون ازاي؟ هو بيبقى عن طريق طبعا وزاره الصحه بقياده الدكتور احمد عماد، وفي نفس الوقت في عندنا مدير اداره الحجر الصحي او مدير عام الاداره العامه للحجر الصحي بالوزاره الدكتور ايمن امام، بالاضافه للاداره المركزيه والشؤون القانونيه الدكتور عمرو قنديل، طبعا ده الاساسي بالنسبه لنا هو الدكتور علاء عيد. دول كلهم كتفا بكتف او يدا بيد، بحيث ان احنا ننجح منظومه الحجر الصحي بالمطار. احنا اولا عندنا عدد من الاطباء كفايه، عندنا عدد من الصيادله، عندنا تمريض، عندنا مراقبين صحيين. المنظومه مراقبين صحيين دول بيعملوا ايه بالظبط؟ دول بيقفوا على الطيارات في المناطق الموبوءه، دول بيقوموا بكتابه الكروت او متابعه كتابه الكروت بالنسبه للداخلين لجمهوريه مصر العربيه من المناطق الموبوءه. بيبقى اهميتهم زي اهميه الطبيب، زي اهميه الممرضه بالظبط، لا تقل. لكن الحمد لله يعني في تناسق ما بين مجموعه الاطباء والتمريض والمراقبين، بحيث ان مثلا يتابعوا ويناظروا الحالات في اماكن اللي احنا بنقول عليها المناطق الموبوءه. بيكتبوا الكروت وبعد كده بنحولها للمديريه. المديريه بتتابع مع كل حاله بتيجي على تدخل مطار القاهره الدولي. يعني احنا طبعا في بدايه موسم العمره، يعني يا رب كده ما يبقاش فيه اي امراض عندنا، لكن هل تم رصد اي حالات مشتبه فيها مريضه او بالفعل كانت مريضه، ولا الحمد لله الى الان؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السنه اللي فاتت وحضرتك كنت على علم بكده، سواء في موسم الحج السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها او مواسم العمره، سواء في رجب او شعبان او رمضان، الحمد لله لم ترصد حالات، والحمد لله برضو لغايه النهارده لم ترصد حالات. وفي متابعه، المتابعه دي فوريه مع الوزاره مع المديريه، بحيث ان احنا ننسق وبحيث ان احنا نتابع كل الحالات من لحظه سفرها لغايه مجيئها، وفي نفس الوقت متابعتها بعد الوصول. نصيحه اخيره كده نوجهها كده للي بيشوفونا دلوقتي، وطبعا يعني يا رب نكون في مكانهم كده ونعمل عمره زيهم، تقول لهم بقى يعني اهم حاجه ياخدوا بالهم منها ايه؟ اهم حاجه العنايه الشخصيه والنظافه الشخصيه، ودايما اهم حاجه غسيل الايدي. غسيل الايدي جيدا ده بيفيد المعتمر او بيفيد الشخص افاده كامله، بحيث ان طبعا بتضيع كل المشاكل وكل الاوبئه اللي موجوده يعني. ولو حسوا باي اعراض ايه بالظبط هم في العمره على طول ياخدوا الاجراء؟ لو حسوا بايه بالظبط يا دكتور؟ برضو اول حاجه اي ارتفاع في درجه الحراره ايا كان نوعيتها، اللجوء لاقرب مكان بحيث ان اول حاجه معرفه السبب، تاني حاجه ياخد خافض الحراره بحيث انه يبقى مرتاح يعني. ودايما كده يا رب الامن والسلامه، وتروحوا وتيجوا بالف سلامه. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله نامل في موسم عمره ناجح هذا العام. وانتم بالف صحه والف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والمصريين بخير وبعافيه ان شاء الله بامر الله. يا رب دايما. وعقبال يا رب موسم الحج. يا رب ان شاء الله يا رب. ميرسي حاجه. حاجه. نتقابل في رمضان تاني اكيد طبعا يا دكتور، اكيد. ميرسي حاجه يا دكتور. ربنا يخليك. ومع موسم العمره والاجواء الروحانيه الجميله هنتقابل معاكم مع معتمرين. نتعرف بيك الاول كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه وحضرتك طيبه بخير وسلامه. نتعرف بيك. دينا محمد صبري. حضرتك انا عرفت ان حضرتك بنتها، اتعرف بحضرتك. سلوى محمود عبدين. اهلا بيكم. من محافظه القاهره. دي العمره رقم كام، الاولانيه ولا ايه بالظبط؟ لا الثالثه ان شاء الله، بقالنا دي الثالثه 3 سنين ورا بعض. وحضرتك؟ العمره العاشره. وعملت حجه وعمره و10 عمره. كم حجه بقى؟ حجه واحده. يا ريت اعمل حجه تانية يا ريت، بس انت عارفه اللي كده مشقه شويه عن العمره. طبعا العمره اجواء روحانيه، سننا كمان ما يقدرش على الحجه خلاص بقى. يديك الصحه يا رب. المره دي مختلفه عن كل سنه، يعني انت قلتي دي ثالث سنه. السنتين اللي قبل كده كانوا على طول ولا يعني بينهم ورا بعض؟ يعني 3 ورا بعض. تمام. الفرق بين السنه دي في الاجراءات اللي بره لا في فرق السنه دي في تسهيل في الاجراءات؟ لا هو كل سنه بيبقى فيه سهوله اكتر في الاجراءات. يعني اول مره كانت طبعا الواحد قعد فتره عما دخل هنا في صاله الانتظار، لكن المره اللي بعديها احسن. المره دي ما خدناش وقت خالص يعني. وبعدين اهم حاجه اجراءات الامن كانت كويسه، دي اهم حاجه الواحد بيبقى مطمن طبعا يعني. لاحظت ايه الاجراءات المره دي على طول؟ انا لسه بقول لها عمار يا مصر فعلا، والله بقول لها فعلا نظام ومفيش
مفيش على طول، ودخلنا ومن بره. يعني احنا من اول ما حطينا رجلينا في المطار لمسنا فعلا النظام وكل حاجه زي الفل والله. طب اول دعوه بقى هتدعيها المره دي اول ما تشوفي الكعبه كده هتدعي حضرتك ايه؟ ربنا ينصر مصر واهل مصر والرئيس السيسي وكل الدنيا كده، ونرجع نلاقي مصر يا رب يعني قاضيه على الارهاب كله ان شاء الله. اول دعوه بقى ليكي السنه دي هيبقى ايه؟ يا رب كده يسترها علينا وعلى اولادنا كلهم ويحميهم لان الواحد كانت بتبقى لحظه صعبه قوي لما يشوف ام يعني فقدت ابنها او بنتها، بتبقى لحظه قاسيه جدا جدا. يا رب ما فيش ولا ام ولا اب يشوفوها. طبعا تدعوا لامهات الشهداء كلهم طبعا. والله فعلا انا لسه بقول لهم لازم ندعي لامهات الشهداء، هم في الجنه، وندعي لهم بالصبر والسلوان كده ان شاء الله كده، وربنا ينصر مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. ادعوا لنا وادعوا لمصر بقى ان شاء الله، تروحوا تيجوا بألف سلامه. مع الاجواء الروحانيه الجميله اللي كلنا يعني بنحس بنقاء وصفاء واحنا بنشوف المعتمرين. نتعرف بحضرتك؟ صبري العشماوي. اهلا بيك. نتعرف بيك الاول. ايمان صبري. حضرتك بنته. تمام. انتوا جايين بقى دايما بتيجوا كل سنه ولا ايه؟ بقالنا حوالي 4 سنين السنه دي وعاوزين كلنا باخد الاولاد وبنيجي كده ان شاء الله، وربنا بيكرمنا، ودعواتنا كلها للاولاد كلها ربنا يكرمهم كلهم واحفادنا كلها يعني. نزهه جميله، يعني مش شرط النزهه كده تبقى زي ما احنا بنعملها، لا في نزهه روحانيه اعلى بكتير من نزهه شرم الشيخ او حاجه، مش كده برضه؟ اكيد بتبقى مريحه جدا جدا وصفاء نفسي جامد، وبتدينا الشحنه القويه ان احنا نكمل العام بخير ان شاء الله، وربنا يكرم الجميع يا رب. عملتي عمره كل مره مع بابا ولا ايه بالظبط؟ تاني مره. تاني مرة ليا. طبعا اخترتيها يعني لو قال لك مثلا تعالي تطلعي في اي مكان هتقولي له لا ولا اجي العمره ولا ايه بالظبط؟ العمر طبعا. السنه دي كان ايه الفرق عن الاجراءات بقى في الاستعدادات قبل موسم العمره؟ اتاخرنا شويه السنه دي، طبعا موسم العمره يعني اتاخروا فيه. قول لي كده حضرتك شايف السنه دي الاختلافات عن السنه اللي فاتت؟ والحقيقه طبعا الموقف المالي في مصر بيدعونا فعلا ان احنا نتقشف ونخف موضوع العمرات ده شويه، لكن بيبقى في ارتباطات قبل كده مسبقه مع شركات دافعين لها اقساط ودافعين لها رحلات يعني لمده كام سنه 3 سنين مثلا، فلا بد ان احنا بنطلع. انما الحقيقه لو موقفنا الخاص لينا ما كناش هنطلع السنه دي، لان العمليه الازمه الماليه اللي موجوده في مصر والدولارات والمشكله بتاعه تعويم الجنيه ورفع الاسعار دي طبعا كان لابد ان احنا نفكر فيها تفكير جدي ان احنا نقلل العمرات شويه، لان ده احنا لابد ان احنا بنراعي ظروفنا العامه وما نحتاجش لحد اكتر من كده، لان احنا اللي هنبني مصر واحنا اللي هنشيل مصر، واحنا اللي كل حاجه في ايدنا ان شاء الله هتكون خير لمصر ان شاء الله، وربنا يقوينا ويقوي القياده بتاعتنا ان هي تجمعنا كده في انتاج، وبحيث ان احنا نقوي الجنيه بتاعنا ونقدر ان احنا ان شاء الله يرجع لمكانته الطبيعيه ان شاء الله في وسط العالم. انتوا رايحين بقى في اطهر مكان بقى، ادعوا بقى للصبح بقى هناك. والله ده عشمنا في ربنا ان مصر ان شاء الله تتقدم وكل الخير جاي لها والله، واحنا عندنا تفاؤل كبير جدا جدا، بس الناس تشتغل وتعمل والمصانع تشتغل وننتج كده علشان نقدر نعمل نصدر ونقدر نستورد، يبقى في تعادل، ان احنا ما نبقاش الموقف بتاعنا الجنيه بتاعنا ب 5 ريال دلوقتي. طب يعني المشكله كبيره جدا بقت العمره والحج للناس، يعني الحج لما يوصل السنه دي لغايه 55 60 الف جنيه لاقل حاجه لادنى درجه، لا حرام يعني الحقيقه. اللي عمل عمره وحج قبل كده احسن بكتير نفد. ويقفل كده كفايه الحمد لله على كده، وربنا يتقبل من اللي فات ونحافظ على اللي جاي ان شاء الله. ناويه بقى المره دي هتدعي اول دعوه لما تشوفي الكعبه هتدعي ايه؟ هو ربنا يحيي كلنا نتمناه، ويعني ويهدي الحال في مصر ويهدي الحال وييسر امورنا جميعا يعني ان شاء الله اكيد. السنه دي ايه الاختلاف شايفه مثلا وهم بيوصلوا؟ انا شايفاهم هم بره بيوصلوكوا موضوع في بالظبط في الامن اكتر، قولي لي بقى. يعني في تجديدات امنيه عن الاول، كان الاول مثلا ما فيش كده، بداوا يعني بدانا نتقدم الى حد ما احسن، بس فالوضع كده افضل يعني بكتير يعني. حضرتك بقى يا حاج المره دي بقى الدعوه بقى من حضرتك بقى بمليون جنيه بقى، هتدعي لمين بالظبط؟ وهقول لك ادعي له وادعي لمصر يا رب بقى، بس هتدعي لمين المره دي؟ طبعا هندعي لان احنا كلنا في هم واحد، ولازم نطلع من المستنقع اللي احنا فيه ده، وان شاء الله هنطلع ببركه ربنا طبعا وبركه دعاء الناس الصالحين، وان شاء الله يعني هنكون في مستقبل مصر كويس جدا جدا. بس كلنا لازم نحط ايدنا مع بعض، ولازم اخلاقنا ترجع مع بعض والمحبه ترجع، كل حاجه هتبقى حلوه والله، والدنيا كلها حلوه، لكن احنا اللي بنخليها مش حلوه. ويحقق لنا املنا واحلامنا في اولادنا واولاد احبابنا، كل الاحبابنا كلهم يا رب داخليا وخارجيا،
ويشفينا ويشفي مرضانا ويبارك لنا في مصر ويبارك لنا في المسؤولين بتوعها ان هم يرعونا ونحن نرعى ربنا في بلدنا ان شاء الله. تروحوا تيجوا بألف سلامة كده يا رب إن شاء الله، وما تنسوش تدعوا لمصر طبعا. مصر دي أول وآخر يعني الحقيقة، يعني دي هي مجالنا ومقالنا ومباتنا وهندفن فيها وكل حاجة فيها ومحبتنا كلها فيها، وربنا إن شاء الله كل الأعالي فيها إن شاء الله، وهنوصل للمستوى اللي احنا عايزينه وأحسن. بس زي ما نورتونا، تروحوا تيجوا بألف سلامة. وبسرعة خلص وقتي معاكم النهارده، وكانت حلقة خاصة عن موسم العمرة، وطبعا الأجواء الروحانية خلت الحلقة النهارده كمان تعدي بسرعة وبسرعة. أفكركم بإيميل البرنامج اللي ظهر على الشاشة، المطار 770@gmail.com. مستنيين كل اقتراحاتكم وكمان تساؤلاتكم على إيميل البرنامج. استنونا الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد، وآخر أخبار المطارات والسفر وبرنامج المطار.